ازيكم يا سكاكر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لرفيع العروسه. لو انتي بنوته بتجهز، او انتي عروسه، او انتي ام العروسه وبتجهزيها، الرفايع دي مهمه جدا وممكن ان انتي تنسيها، بس هي لا غنى عنها في المطبخ وضروريه جدا. اول حاجه هي هرسه الثوم دي يا جماعه، جميله جدا وسريعه. يعني لو عايزه انتي تفرمي فصين توم كده وتشوحيه مع السريع كده، حلوه جدا. تاني حاجة هي عصرة الليمون، دي جميلة جدا، ولازم ان هي تكون كلها من الستيل كده على بعضها. تحطي فيها نص الليمونة، تقسميها نصين وتعصريها وتتكي عليها وتعصريها. تالت حاجة هي قطعة الخضروات او قطعة المخلل او قطعة البطاطس على اشكال، جميلة جدا ومش غالية ورخيصة. رابع حاجة هو مضرب الكيك، لازم يكون في المطبخ وجميل جدا. خامس حاجة هي مخرطة الملوخية، دي لا غنى عنها في المطبخ. في منها اللي هو بيبقى سلاح واحد، وفي منها سلاحين زي دي، بس انصحك تجيبي اللي هي بسلاح واحد، عشان ديت ام سلاحين بيدخل بينها الملوخية. سادس حاجة هي النشابة السيليكون او الخشب، بيتفرد بيها العجين والخبيز، سواء الخشب او السيليكون الاتنين حلوين جدا. سابع حاجة المعلقة السيليكون، دي عشان الطقم السيراميك والجرانيت ما يتجرحش، وبتنضف معاكي المعون سواء انت بتعملي خليط كيك او اي اكل عندك. ولازم اللي هي تكون كلها سيليكون كده، عشان في منها قطعتين بتفك. الكوسه ده للمبتدئين، بطلع الكوسايه كده، قلب الكوسايه كده مره واحده على طول، عشان انت لو لسه مبتدئه وبتخرمي البتنجان والكوس. تاسع حاجه هي قطعه البيتزا دي، وعادي ممكن انت ما تجيبهاش، تقضي مكانها السكينه عادي، بس انا بقولك عليه لو حابه تجيبيه. تاسع حاجه هو المقور، اللي هو الكوسه البتنجان، ده العادي، هو جميل وكل حاجة، بس عايز حد محترف في تقوير البتنجان والكوسة عشان خاطر ما يخرمش البتنجان والكوسة وكده. اخر حاجة هي قشرة البطاطس، لا غنى عنها في المطبخ. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والكومنت والشير وتفعلي زر الجرس. مع السلامة.